يا بي ان سبورت، يا ناصر الخليفي، مشان الله يا اهل قطر شيلوا لنا حفيظ دراجي من التعليق. ايه لا يا ابن البردة، يا تنح يا ابن التنح. ايه القرف اللي حفيظ دراجي كان بيعمله؟ يا جماعه مقرف والله، مش محايد. اللي انت بتعمله ده حقد وغل غير مبرر. اللي سواه امس حفيظ دراجي صراحة شيء كارثي ومقرف صراحة. مو بس هيك، المشكله ديال الدراجي البارح صراحه يعني بكل روح رياضيه السيد حك بزاف على رونالدو، بالخصوص في الماتش ملي ضيع بيلانتي. راه تقريبا كلشي شاف كيفاش كيهضر، ما خلا شنو قال عليه. المهم اي حاجه تخيلها راه قال هذا السيد على رونالدو في هذا الماتش هذا. وهكاك راه بكل روح رياضيه خصنا نكونوا كنهضروا بكل واقعيه. رونالدو ضيع لك بيلانتي في الماتش، كون كان لاعب اخر من غير رونالدو كنهضر يعني من غير رونالدو ما كانش يمشي يتيري في بيلانتيات هو الاول، كان ضروري يصيفط شي لاعب اخر. ولكن حنا شفناه ضيع بيلانتي ومشى يتيري، باش تعرف يعني القيمه ديال اللاعب وسط الفرقه. متعب، مرهق، مزعج الاذن، تلوث سمعي مش طبيعي. عمري في حياتي ما اتقدرت من تعليق ماتش زي ما كنت متقدر النهارده، لحد ما خلوه الترند رقم 2 بكلمه لا لتعليق حفيظ الدراجي. اتوقع الجميع يتفق انه خلاص حان وقت اعتزال حفيظ دراجي، ولا يحترم نفسه ويعلق زي عام الناس. رسالة الكابتن حفيظ دراجي قبل اي دابا المشكله ديال الدراجي فيه واحد الحاجه خايبه. اي مشكل كاين في الكره، في السياسه، في اي حاجه كيخشي فيها راسو. هذا علاش كتلقى بزاف ديال الناس ما عندهمش معاه حاجة. بتكره البرتغال، بتكره ريال مدريد، بتكره كريستيانو رونالدو. قول لي انت بتحب مين؟ مشان الله، مشان الله، هذا الشبيح حفيظ دراجي يشيلوه. قول لنا بقى لو رونالدو سارق منك فلوس ولا سارق منك حاجة نكلمه ونخليه يرجعها لك. يا اسطى هو كريستيانو خد منك صاحبتك، مشي مع بنتك يعني وضحك عليها وسابها، واكل عليك فلوس. انا عارف ان هو حلاق بس مش للدرجات. يا اخي اتفضل اتفضل، دي كفايه ولا اجيب لك تاني؟ شو كميه الكره والحقد على كريستيانو رونالدو. انا قلتها زمان وهرجع اقولها لك تاني، حفيظ دراجي ما عندوش مشكله يطلع ترند على اي حاجه. في ايه يا عم؟ هو اثبت لي ان عقله. هذه اللي قلت لك. دابا المشكله ديال حفيظ دراجي رغم انه معلق الا انه كيبغي المشاكل، فهمتي؟ فيما مثلا كان شي مشكل شي حاجه ديما كتلقى الدراجي كيتخشى فيها، يعني كيحاول ديما يخلي راسو يعني حتى هو باين في اي حاجه. كتلقى الدراجي يا كاتب، راه اللي عندهم تويتر ديال الدراجي راه يشوفوا شنو كيكتب. هذه حاجه كفيله، راه اي حاجه طيح لك في المخيل ديالك راه كيهضر عليها كيكتبها. ده قد كده، واثبت لي كمان حرفيا ان هو عايز يركب الترند وخلاص. ايا كان انت بتحب مين، حفيظ دراجي بتاع لقطه سلام. شكل سيء جدا جدا، يعني احترم عمرك. يعني انت بهذه الطريقه تحاول تطلع ترند باي لقطه بس. فشاطر انت ركبت الترند، الف مبروك. دابا الشكل ديالو تشوفوا دابا ما التصويره دابا هذه. دابا الدراجي اللي شتي تقول كبير، الدراجي راه باقي صغير. الدراجي راه ما كبيرش بزاف، راه ربما في الربعينيات ديالو ولا اقل. راه داك النهار سمعتو قالها طلعت فوق الترند كمان، بس حرفيا انت تعبان يا زلمه، انت معلق مستفز، مستفز لابعد الحدود. انت معلق عربي وبتعلق على فرق اوروبيه، المفروض انك تكون محايد. انت معلق في البين سبورت، لازم تبقى محايد. خليك محايد شويه. يعني ماني فاهم هذا الهجوم. يعني انا متاكد ان حتى المعلق السلوفيني لم يفرح بضياع ركله جزاء من كريستيانو رونالدو كذا حبيب الدراجي. والله العظيم مبسوط. الدراجي في هذيك اللقطه فرح، والله تفرح. وموراه دازت شويه شنو بدا كيقول؟ قال له راه بكيتي في قطر، بكيتي في المانيا، بكيتي في المونديال. المهم ما خلافاش هضر، ما صراحه حك عليه ديال بصح. نتأهل البرتغال مو لاني انا بشجع البرتغال، اصلا انا ما بشجع البرتغال تمام، بس شماتة فيك، شماتة بحفيظ دراجي. حفيظ دراجي انت اللي عملته شيء يفوق. انا بكل صراحه كنقولها، انا لما خداتش المانيا يعني اللقب خصني البرتغال. المهم ما يخرجش على جوج فروق، يا تاخذوا المنتخب المانيا، ما خداتوش المانيا يمشي للبرتغال. كل خيال ما حدا كان متوقعه منك، ما كان حدا متوقع منك. انت كاخر ايامك بالتعليق عم تخسر 90% من جمهورك. المفروض بعد المباراة هاي ما يخلوك تعلق ولا مباراة للبرتغال أو كريستيانو رونالدو. هذا رونالدو اللي قضاها الدراجي كله شماتي في طول المباراة. هذا صنع اعلاميين كبار. هذا رونالدو مع ليونيل ميسي، هدول اثنين، والبرشا والريال، هدول اللي صنعوكم.
غريب جدا بصراحه، لكن الحمد لله انه هذه اخر سنه لحفيظ الدراجي في بي ان سبورت. اتوقع عرفنا ليش اخر سنه حفيظ الدراجي في بي ان سبور شكل غريبه بصراحه. السيد باقي صغير، ما عرفتش علاش، ما عرفتش واش بصح هاد السن اللي قال ولا غطالقه. راه هو الشكل ديالو راه كيبان كبير، ولكن صراحه الشكل ما عمرو كان كيعطيك، فهمتي؟ يقد يكون صغير وكيبان كبير، وشحال من واحد كيكون كبير في لاج يعني كيكون مهلي في راسو الرياضه، وهادي راه كيبان صغير. الدراجي يعني اصلا انا كنشك باقي صغير، ولكن ضروري ملي كتكثر يعني بلي هو اصلا يعني كيكمل راه الكارو حاجه باينه، راه كتفرع الصحه، راه الشكل ديالك كيبدلولك. اش كنقول لك مشكل. خرجنا على الموضوع. المهم راه بكل روح رياضيه راه السيد بزاف عطى رونالدو في اخر مره، راه السيد راه دق عليه ديال بصح، ما خلى ما قال على رونالدو. تخيل راه كلاه يعني في اي حيثيه طيح لك في راسك راه هضر عليها، تخيل. ولكن انا قلت لك الحاجه اللي عجبتني في رونالدو وحرك بها كل شيء. يعني في واحد اللقطه نشوف رونالدو ملي وصلوا البلانتيات، رونالدو هضر مع الاخر، مع برونو فرنانديز، هضر معاه قال له زعما سير انت التالي. يعني تقريبا الناس كاملين مشاو في بالهم ان برونو اللي غيتيري، ولكن ملي جا بيلانتي الاول شفنا رونالدو وماركاه وطلب السماحه. يعني واحد النقطه مهمه. وتا الكارديان صراحه بكل رجوله راه عتقهم، بالخصوص في اللقطه ديال بيبي.